خلاص داخلين على العشرة الأواخر، والواحد محتاج باور عشان يقدر يصلي التراويح والتهجد. إن شاء الله المكملات دي تساعدني. أخدت كل المكملات اللي شفت إعلاناتها على التيك توك وسناب شات والإنستجرام وحتى على قناة الأسطورة. أنا بس محتار أستعملهم إمتى. أيوة، ممكن آخد اللي بحرف الإيه مع الفطار وحرف البي في السحور. الله على دماغك يا سكيلتون. يا نهار أبيض، أنت هتفتح صيدلية؟ يا ابني الفيتامينات مش بناخدها بالترتيب الأبجدي ولا بالكميات دي. أمال أعمل إيه بس يا دكتورة ليلي؟ أنا عايز أبقى جامد اليومين دول ومش عايز أهبط وأنا صايم. ده إحنا داخلين على أصعب 10 أيام في رمضان. في رمضان إحنا ممكن نحتاج مكملات معينة، وكل مكمل ليه وظيفة وطريقة استعمال. تعالوا نسمعهم وهم بيتكلموا عن نفسهم. أنا المغنيسيوم، أنا اللي بمنع الشد العضلي والإرهاق اللي بتحسوا بيه في نهار رمضان. بنظم ضربات القلب وضغط الدم، وكمان مفيد في تحسين مقاومة الأنسولين. أنا وجودي ضروري جدا في أكتر من 300 عملية حيوية بتحصل جوه جسمك في كل دقيقة، ومنهم طبعا عمليات إنتاج الطاقة، وكمان بخفف عنك من نوبات الصداع النصفي. وعشان أنا ملك الاسترخاء وبهدي الأعصاب وبظبط المود، يبقى أحسن وقت تاخدني فيه هو بعد التراويح أو قبل النوم بساعة، عشان تنام نوم عميق ومريح لحد السحور. وأنا بقى فيتامين د، من غيري الكالسيوم مستحيل يدخل عظمك وأسنانك. لو فجأة حسيت بخمول وكسل ولخبطة في النوم وألم في مفاصلك وشعرك بيقع ومزاجك دايما مش حلو، يبقى أنت كده محتاجني يا حلو. أنا من مجموعة الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون، وعشان يحصل لي امتصاص كويس وجسمك يستفيد مني لازم تاخدني بعد وجبة الفطار الدسمة، مش على معدة فاضية أبدا. وأنا الأوميجا 3، زيت السمك اللي هيزيت لك تروس المخ ويظبط لك الذاكرة والحفظ والتركيز ويمنع النسيان. بقلل الالتهابات في الجسم كله وأنشط الدورة الدموية. أنا صديق مفاصلك وشعرك وبشرتك وضوافرك ومزاجك ومخك وقلبك الأبيض وشرايينك وعيونك الحلوين دول. معايا نظرك على طول حديد وشبابك يدوم. أنا كمان بحب الدهون زي صاحبي وحبيبي فيتامين د. خدني معاه بعد الفطار، إحنا الاتنين بنشتغل مع بعض عشان نخلي دماغك يركز وما يفصلش منك في الصيام. وأنا فيتامين سي، درع المناعة الخارق ضد الفيروسات الشريرة، ومضاد الأكسدة اللي بينظف جسمك من السموم وبيحافظ على نضارة البشرة من الجفاف في الصيام. أنا بقى عكس أوميجا ودال، أنا بدوب في المية. أحسن وقت ليا لما تاخدني بين الفطار والسحور مع كوباية مية كبيرة تنشطك وتنعشك وتخلصك من الإجهاد وتطرد السموم. وأنا الحديد الشديد، مصنع الدم والطاقة. أنا اللي بعالج الأنيميا وأزود الهيموجلوبين وبمنع الدوخة والهبوط والإرهاق والزغللة ورفرفة القلب اللي بتحس بيهم وأنت صايم يا مسكين. ماليش في الزحمة. إياك تاخدني مع شاي أو لبن، عشان كده مش هتستفيد مني. خدني على معدة فاضية مع برتقان أو ليمون أو فلفل رومي أو أي حاجة فيها فيتامين سي عشان يحصل لي امتصاص صح الصح. وأنا البروبيوتيك، البكتيريا الصديقة. وظيفتي أساعد الأمعاء البائسة في هضم أكل رمضان التقيل، وامنع عنك الغازات والانتفاخات ووجع البطن، وأخليك تمتص المعادن والفيتامينات. عشان أوصل للأمعاء بسلام وأساعدك وأشتغل صح، لازم أنت كمان تساعدني وتاخدني على معدة فاضية، يا إما أول ما المدفع يضرب أو بالليل وقت السحور. أنا كده فهمت. المغنيسيوم بالليل، دال وأوميجا مع الفطار الدسم، والحديد مش بيحب الشاي واللبن، والبروبيوتيك على الريق. خطة علمية لولبية، ما تخرش المية. ممتاز يا سكيلتون، بس السر الأهم إن مفيش ولا كبسولة من دول تقدر تعوض الأكل الحقيقي. دي اسمها مكملات، مش بدايل أبداً عن الأكل الطبيعي. معاكي حق. أنا هركز في طبق السلطة والبروتين وشرب المية، ومش هاخد أبداً غير المكملات اللي جسمي محتاجها. بس إزاي هعرف جسمي محتاج إيه؟ لازم طبعاً نعمل تحاليل ونسأل الدكتور أو الصيدلي الأول قبل ما ناخد أي فيتامينات، عشان يحدد الجرعة والمدة المناسبة اللي جسمنا محتاج لها. طيب وباقي الجبل ده كله هعمل فيه إيه؟ ده في حاجات غريبة هنا أنا مش عارفها أصلاً. أنا كان فين مخي وأنا بعمل كده بس؟ سؤال ممتاز يا سكيلتون. أنا بجمع العلب دي بالذات في الصندوق ده، لأن دي مكملات لا يفضل أبداً إننا ناخدها وإحنا صايمين. لا يفضل؟ ليه بس؟ مش دي فيتامينات ومعادن ومكملات غذائية برضو؟ إيه اللي هيحصل يعني لو استعملتها في رمضان؟ لأن المكملات دي ممكن تخليك عطشان جداً بالنهار مثلاً، أو تتعب لك كليتك، أو تسبب لك مشكلة في المعدة لو أخدتها مع الصيام. يا دكتورة ليلي ما تسيبنيش كده. إيه هي المكملات دي؟ افتحي الصندوق طيب، خليني أشوف عشان حتى مرميش فلوسي في الأرض تاني. مش هينفع أقولك دلوقتي، مفيش وقت. الصندوق ده فيه أسرار خطيرة جداً، وهيكون هو موضوع حلقتنا بكرة إن شاء الله.
بكرة؟ أنا هفضل مستني لبكرة؟ طب تلميح طيب، حرف واحد من الترتيب الأبجدي اللي كنت بعمله. طب هديكي 20 جنيه وتقولي لي طيب. ولا حرف. خليك مع فريق الأبطال الخارقين اللي اتفقنا عليهم النهاردة، واستناني بكرة. خليكوا فاكرين يا أصحابي، الفيتامينات نعمة لو استخدمناها صح، لكن ممكن تبقى مشكلة كبيرة لو أخدناها عشوائي وبدون دكتور. استنونا بكرة عشان نفتح صندوق الممنوعات في رمضان، وأشوفكم الحلقة الجاية من حلقات وندرلاب. سلام.